عايز اتكلم اول موضوع في قصة الشعبية، وخير مثال على قصة وفارق الشعبية ما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك هو تصويت افضل جناح ايمن في الدوري المصري. رابطة الاندية بتعمل تصويت لافضل اللاعبين وافضل تشكيلة في جميع المراكز للاعبين في الدوري المصري. وصلنا للجناح الايمن. مين اللي موجود في الجناح الايمن؟ موجود طبعا لاعب نادي الزمالك وافضل لاعب في الدوري الموسم الماضي واللاعب اللي مكسر الدنيا كلها احمد سيد زيزو. وموجود معاه ايضا مصطفى فتحي لاعب نادي بيراميدز، وايضا موجود رفيق كابو لاعب نادي انبي، وايضا موجود جريندو لاعب النادي المصري. طبعا للوهله الاولى الطبيعي ان احمد سيد زيزو هو يكون افضل جناح ايمن بتصويت الجمهور وشعبيه نادي الزمالك المنتشره والكبيره جدا، يكون هو الفائز في هذا التصويت. لكن المفاجاه بقى ان الفائز في التصويت هو رفيق كابو لاعب نادي انبي. متخيلين يا جماعه فارق الشعبيه لما تيجي الناس تقارن ما بين شعبيه وجمهور النادي الاهلي وجمهور نادي الزمالك؟ لاعب من النادي الاهلي وموجود في التصويت مع لاعب من نادي الزمالك بيفوز لاعب النادي الاهلي بنسبه 90 95% و4 3 4% للاعب نادي الزمالك. النهارده مش موجود لاعب من النادي الاهلي. طبعا هم كان المفروض يبقى موجود بيرسي تاو كان هيكسب، لكن هم زي ما تقول كده كانوا شايفين من وجهة نظرهم ان دي افضل مجموعة لاعبين في الجناح الايمن، وكان المفروض ان زيزو هيفوز بيها، لكن فاز بيها رفيق كابو بنسبة 53%، متفوق على احمد سيد زيزو اللي خد 45% من الاصوات، 1% لمصطفى فتحي، وايضا 1% لجريندو. يعني بنتكلم عن اي حد، وانا دلوقتي لما بتكلم مع العقول اللي شايفه وبيقول لك ان شعبيه نادي الزمالك اكبر من شعبيه النادي الاهلي. ادي خير مثال لفارق الشعبيه ما بين النادي الاهلي. قناه الزمالك كانت بتستغيث ان جمهور نادي الزمالك يدخل عشان يرجح كفه احمد سيد زيزو، ولكن شفنا الفارق. ده لا ينفي تماما ان احمد سيد زيزو لاعب كبير جدا، احسن جناح ايمن في مصر، لعيب ذو مهارات ولعيب مستواه البدني والمهاري عالي جدا. فده شيء، والتصويت طبعا بنتكلم فيه، لكن احنا بنتكلم في الحاجه اللي تخص الشعبيه. الموضوع الثاني اللي عايز اتكلم مع حضراتكم فيه وليد صلاح عبد اللطيف لاعب نادي الزمالك السابق طلع يتكلم عن بيتكلم عن النادي الاهلي، بيقول مش عارف الفلوس اللي موجوده في النادي الاهلي دي موجوده منين. اللي في الظاهر هي عقود الرعايه، ولكن احنا مش عارفين ايه الحاجه اللي مستخبيه. كابتن وليد، انت راجل المفروض راجل كروي وراجل رياضي وراجل في نادي كبير ولعبت النادي الزمالك نادي كبير، المفروض كلامك يبقى مسؤول شويه عن كده. لا طبعا النادي الاهلي نادي كبير، عقود رعايه على اعلى مستوى، بتشوف اكتر من عقد رعايه للنادي الاهلي، بتشوف الاعلانات اللي موجوده على تيشيرت النادي الاهلي، بتشوف اتصالات مصر اللي موجوده مع النادي الاهلي، واكثر من اعلان دعائي وعقود رعايه موجودة مع النادي الأهلي. كل ده عقود بملايين الملايين. ده مش ذنب النادي الأهلي إن نادي الزمالك في الفترة الحالية عقود الرعاية بتاعته ضعيفة جدا ولا تساوي ربع القيمة اللي بتلقاها النادي الأهلي من رعاية. النادي الأهلي الأفضل في إفريقيا، النادي الأهلي نادي القرن الافريقي، النادي الاهلي نادي القاره الافريقيه بلا منازع، وهو الاكثر شعبيه في القاره الافريقيه. متهيألي ده شيء طبيعي جدا ان النادي الاهلي يكون له عقود رعايه كبيره جدا، ويكون الدخل اللي بيدخل للنادي الاهلي بيفوق الدخل اللي بيدخل لنادي الزمالك بمراحل. لكن احنا بقى نفسي الاعلامي اللي يخرج يتكلم على اي قناه رياضيه يتكلم بمنطلق المنطق بعيدا عن الانتماء. نفسي يطلع يتكلم كلام منطقي، كلام علمي. لكن يا كابتن وليد حضرتك لا بتتكلم كلام علمي ولا حتى كلام منطقي. الموضوع اللي بعد كده، الاهلي خلاص اعلن بشكل رسمي ان معسكر النمسا، انا بسميها رحله الى النمسا لمده اسبوع ابتداء من 28/8 ليوم 6/9. النادي الاهلي هيدخل في معسكر في النمسا. خلاص الكابتن خالد بيبو مدير الكره ظبط كل حاجه في النمسا، الاقامه والملاعب التدريب، واطمن على الكلام ده كله. لكن انا من وجهه نظري الفتره قليله جدا للاعيبه النادي الاهلي، اقل شيء
من وجهة نظري كانت ممكن الموضوع يبقى اسبوعين او 3 اسابيع، لكن الفتره ضيقه جدا على لعيبه النادي الاهلي. انا مش شايف ان هيكون فيها استفاده غير ان هي يعني هتخرج اللعيبه كده من جو المباريات والكلام ده كله. وانا بالنسبه لي بعتبرها رحله الى النمسا، اللاعبين تستمتع بيها وتغير جو عشان ترجع تاني ذهن صافي مرة أخرى لبقى كم البطولات اللي هيكون موجود في الفترة الجاية للنادي الأهلي. كمان الأهلي أعلن عن التيشيرت الجديد الخاص بيه للموسم القادم، التيشيرت الأساسي اللي هو باللون الأحمر، وشفنا في الإعلان ظهرت كده صورة الكابتن صالح سليم على وجه اللاعبين. واثناء طبعا الفيديو ده كان شيء رائع جدا. كابتن صالح سليم اسطوره النادي الاهلي عبر التاريخ، والتيشيرت ما اختلفش بشكل كبير عن الموسم الماضي، تقريبا نفس الديزاين، اختلافات بسيطه كده في الشكل، لكن الاختلاف الحقيقي هو في لوجو النادي الاهلي اللي كان عليه كلام ولغط كتير جدا من جمهور النادي الاهلي ما بين مؤيد وما بين معارض. لكن بالنسبه لي انا شايف ان الموضوع طبيعي، كل فتره بيبقى هناك تغييرات في الشعارات لجميع الانديه، يعني المفروض منها او الغرض منها هو للتطوير للشكل الافضل. الاستاذ عامر العمايره خبير اللوائح اتكلم ان عقد احمد سيد زيزو هيصل الى تقريبا المبلغ اللي هيتقاضاه احمد سيد زيزو في 3 سنين مع نادي الزمالك، هياخد 220 مليون جنيه وشويه. طبعا في خلال 3 سنين ده مبلغ كبير جدا لاحمد سيد زيزو، لاعب كبير جدا ولاعب مهم جدا. ولكن الناس بقى اللي بتتكلم وجمهور نادي الزمالك اللي بيتكلم على انتماء اللاعبين والكلام ده كله، خلاص يعني تقريبا المبلغ معدي في السنه الواحده ازيد من ضعف راتب لاعب واحد من النادي الاهلي. لعيبه النادي الاهلي تقريبا 16 او 17 مليون جنيه في الموسم، فانت بتتكلم عن انه تقريبا ضعف هذا المبلغ لاحمد سيد زيزو في الموسم. ويعني طبعا برضو الناس اللي كانت اتكلمت على سقف الرواتب في النادي الاهلي، فده سياسه النادي الاهلي يمكن محافظه دايما على اوضه اللبس بهذه السياسه، ان هناك سقف للرواتب. ولكن شفنا في نادي الزمالك، شفنا قبل كده تسريبات سامسون اكينولا، شفنا لعيبه يعني ليست على المستوى المطلوب ومكتوب على الورق ان هي بتتقاضى مبالغ كبيره جدا تعدي 30 مليون في الموسم. اتمنى في النهايه ان الفيديو يكون عجب حضراتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.